السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نتكلم على أي حاجة بننساش الصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وتدعي في لإخواتنا في فلسطين اللهم انصرهم اللهم آمين. بالنسبة لصفقة زين الدين بالعيد أنا قلت لك قبل كده إن النادي الأهلي خلص كل حاجة مع زين الدين بالعيد واللاعب في طريق الانتقال للنادي الأهلي. طبعًا حدثت الصدمة زي ما إحنا كنا شُفنا اتحاد الكورة قال لك عدد الأجانب مش هنزوّد عدد الأجانب وعدد الأجانب هيفضل زي ما هو حتى في قايمة كأس العالم للأندية. فده سبب استبعاد صفقة زين الدين بالعيد. بس هي ما زالت حاليًا على رادار النادي الأهلي. نشوف بعد كأس العالم للأندية هنشوف مين اللي هيرحل من الأجانب ومين اللي هيقعد، واللاعب منتظر رد النادي الأهلي بعد كأس العالم للأندية. ده بالنسبة لصفقة زين الدين بالعيد. بالنسبة لصفقة مصطفى محمد متواجد في القاهرة الأيام اللي فاتت، وأنا قُلت لك قبل كده إن هو متواجد في القاهرة. النادي الأهلي كان خلاص على وشك إن هو يخلّص كل حاجة معاه، بس ليه؟ إن هو مش محتاج مهاجم في كأس العالم للأندية، عندك وسام أبو علي وعندك جراد الشهر، فأنت مش محتاج مهاجم تاني. ومصطفى محمد مش عايز يلعب مع النادي الأهلي، هيلعب يعني مثلًا كبديل. مصطفى محمد عايز ييجي يلعب كمهاجم أساسي، يكون مهاجم أساسي للفريق، طبعًا في وجود وسام أبو علي فهتبقى صعبة. تمام. فهو النادي الأهلي برضه فهو مصطفى محمد منتظر بعد كأس العالم للأندية. وسام أبو علي لو جات له عروض ومشي من النادي الأهلي فهو مصطفى محمد هيبقى بديل وسام أبو علي مع النادي الأهلي. دي كل الأخبار الصفقات اللي كانت على رادار النادي الأهلي الفترة اللي فاتت. صفقة زيزو احتمال إن هي يتم الإعلان عنها، لإن النهارده بعد مباراة بيراميدز والزمالك، يا إما بكرة بالكتير.